بيرجع مهراج البيت وبيفضل يدور على بنته، ولكنه بيصرخ لما بيلاقي بنته كانت في حالة صعبة جدا، فعلى طول بينقلها على المستشفى فورا. وبيرجع البيت وبيفضل يكسر في كل حاجة قدامه، وفي الآخر بيخبط نفسه وبيغمى عليه علشان خاطر يروح يعمل المحضر اللي كان بيعمله في أول الفيلم. وبيفضل سمعة طول الليل قلقان بسبب اللي هيحصل له. واليوم التاني بيروح هو والظابط لبيت مهراج، وبيوصلوا البيت وبيدخل الظابط وبيقول لمهراج السلة بتاعتك اهي، وكمان جبت لك المجرم اللي سرقها. وبيخبط سمعة على قفاه وبيقول له يمثل الجريمة، وبيبدأ سمعة يقول اللي حصل بالظبط، وبيفضل مهراج باصص ليه بعد ما اتأكد ان هو المجرم، خصوصا ان سمعة قصير وقصة ان هو يخنق مهراج دي مش جاية معاه سكة. واتأكد اكتر لما راح حط ايده على ظهره ولقى فعلا الندبة. وبيقول الظابط لمهراج اديني جبت لك المجرم، عاوزني اعمل لك في ايه بقى يا معلم؟ فبيقول لمهراج سيبه. فالظابط هنا بيتضايق وبيقول له ازاي يا جدع نسيبه؟ ده ضربك وسرق منك السلسله. قام قايل له سيبه. فالظابط بيتضايق اكتر وبيقول له سيب مجرم اغتصب بنتك. وهنا بيتصدم الكل وبنعرف ان الظابط عرف كل حاجه الليله اللي فاتت عن جريمه مهراج. فبيجيب الظابط سكينه وبيقول لمهراج اقتله وخد حق بنتك بنفسك، وانا هسيب لك البيت وامشي. وبيسيبه فعلا وبيمشي هو وكل اللي معاه. وهنا المعلم سمعة اتزنق لوحده جوه مع مهراج، ومهراج هنا بيعمل معاه الدنيئة وبيفضل يضرب ويعذب فيه بكل الاشكال لحد ما في الاخر خالص بيذبحه وبيخلص عليه، وبكده ما يبقاش فيه غير سيون. تاني يوم بيروح مهراج لمكان الشغل بتاع سيون، وبيفضل يضرب العمال اللي هناك لحد ما بيوصل سيون وبيلاقي مهراج، واللي اول ما بيشوفه بيجري عليه وبيفضل يضرب فيه ضرب السنين علشان كان مفكر ان مهراج هو اللي بلغ عنه وحطه في السجن وحرمه من بنته. ولكن مهراج في الوقت ده بيفوق وبيقوم يضرب سيول وبتحصل بينهم خناقة عنيفة. وفي الوقت ده بتوصل قيمة هي كمان لموقع العمل، وبيقول سيول لمهراج انك مهما ضربت فيا هتبقى بالنسبة لي علقة وعدت، انما اللي عملته في بنتك هيفضل عايش لك طول السنين. وفي اللحظة دي بتوصل قيمة وبتطلب من ابوها ان هو يخرج بره علشان عاوزة تتكلم مع سيول كلمتين على انفراد. وبتقول له انا جاية هنا علشان خاطر اشوف اقذر انسان موجود على الارض، وبترمي له السلسلة بتاعته اللي كان جايبها لها وبتمشي. ولكن وهي ماشية بيشوف سيول الجرح اللي في ظهرها وبيعرف ان دي بنته. وبنرجع بالزمن ليوم الحادث المشؤوم، وبنشوف ان مهراج هو ومراته راحوا لمرات سيول علشان يرجعوا لها السلسلة اللي جوزها نساها في المحل، ولكن مراته بترفض تاخدها علشان دي فلوس حرام، وبتقول له ان هو يتبرع بيها لاي دار ايتام، انا مش عاوزه حاجه من وش امه. وبيروح مهراج علشان خاطر يشتري لعبه لبنت سيول، وفي الوقت ده بتحصل الحادثه والكل بيموت ما عدا بنت سيول، واللي انقذها في الوقت